صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ خلص الكحك وحيرة كل يوم عايزين حاجة ناكلها مع كوباية الشاي، وفي نفس الوقت عندنا امتحانات وعايزين حاجة سهلة وسريعة وما تاخدش في ايدينا وقت، فمش هنلاقي حاجة حلوة اسرع من اللي احنا هنعملها مع بعض دي. هنجيب كده بيضتين وهنحط عليهم رشة الفانيليا الحلوة، وما تنسيش بقى يا بطة يا وزة يا حلوة انتي وهي تحطي اللايك بتاعي، وكمان هتنزلي عليهم بكوباية من السكر الابيض كده زي ما انتي شايفة، وتقلبي السكر مع البيض تقليبة محترمة. شكرا جدا للناس الجديدة اللي بتدخل عندي، شكرا جدا للناس اللي بتشجعني، بجد بحبكم في الله، ان شاء الله هكبر بيكم ومعاكم. هنجيب نص كوباية من السمنة وهتنزليها على البيض والسكر. طب هنا ينفع ان انا احط نص كوباية من الزيت، او ينفع تحطي نص كوباية من الزيت تستبدلي السمنة بالزيت، بس اهم حاجة بقى في نوع الزيت يعني يكون زيت طعمه حلو شوية، ما يبقاش فيه ريحة عشان ما يغيرش من طعم الحاجة اللي انت بتعمليها، بالذات في الحلويات. يعني بنحب ان احنا لو في حاجة هنستخدم فيها زيت يبقى يكون نوع زيت كويس شوية. وهنقلب كل ده كده في قلب بعضه. وهنجيب بقى ايه، بصوا بقى يا جماعة، هنجيب زبدية، زبادي الاصدقاء حلوة جدا، او اي بقى نوع زبادي انت بتفضليه ده راجع ليكي، بس انا بصراحة بحب زبادي الاصدقاء كطعم، بصراحة تحفة حلوة جدا. وهننزل بقى بزبدية كبيرة كده على السمنة والسكر والبيض والفانيليا، ونبتدي ان احنا نقلب الزبدية بتاعتنا دي كويس جدا. بقى كده بنقلب الزبادي بتاعتنا، عايزينها تختفي خالص. بصوا، انتي هتحسي في الاول كده ان في كلكعه او اي حاجه، لا بس انتي بس اضربي هتدوب معاكي بسرعه، لان طبعا الزبادي البلدي غير زبادي المصانع. زبادي المصانع ناعمه شويه طبعا زي ما انتوا عارفين عن الزباديه البلدي. طب هجيب قد ايه بقى؟ بصي هتجيبي كده بالظبط نص كوبايه من اللبن، هتنزليها على الخليط اللي انتي بتعمليه ده. بقى كده هننزل بكوبايتين من الدقيق، نفس الكوبايه اللي عايرت بيها السمنه هي اللي عايرت بيها الدقيق، خلاص. وهنجيب معلقه من البيكنج باودر، انا البيكنج باودر بتاعي بيبقى سايب، هاخد منه كده معلقه، وهبتدي اقلب كل ده كده في قلب بعضه تقليبه بقى ايه زي ما بنقوله محترمه. هدخل كله مع بعضه. انا بقى هنا كله مع بعضه، وجبت الصينيه بتاعتي اهي، دهنتها نقطه زيت خفيفه جدا، نزلت فيها الخليط اللي انتوا شايفينه تحفه، حاجه كده جميله جدا، حاجه ناعمه قوي، حاجه كريمي جدا، هتطلع معاكي برضو ناعمه كده وكريمي وطريه وهشه قوي. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اتاكلت في ساعتها، الحمد لله يعني. هنبتدي بقى ان احنا ننزل خليطنا كده، الحاجه بتتحط على الشبكه، كل مره بقى اقول لكم الحكايه دي فاكيد حفظتوها. تحط على الشبكه، ما تعليش النار عليها، خلي النار بتاعتك متوسطه، كل مره بقول لكم كده. اديها بس هبدتين كده، طلعي منها الهواء، ونروح بقى ندخلها الفرن، وان شاء الله اول ما تطلع معايا هوريها لكم، هتشوفوا حاجه فعلا عظمه وسهله جدا وبسيطه كده. اللهم بارك. انا طلعتها من الفرن وسبتها طبعا لما بردت شويه، يعني علشان نعرف ان احنا نقطعها. طبعا هي باينه ان انا لو قلبتها هتنزل معايا على طول، ولا لازقه في الصينيه ولا اي حاجه خالص. اللهم بارك، حلوه جدا سهله جدا، الكيك اليومي اللي احنا كل يوم ممكن نعمله، لانه ده اسهل حاجه ممكن تعمليها للولاد، سواء بقى ابيض سواء بالكاكاو زي ما انت حابه. الناس اللي كانت بتسأل ليه الكيك بيطلع معاها غامق، الكيك بيطلع معاكي غامق علشان خاطر انتي بتحطي السكر غامق، لو السكر فاتح هيديكي الكيك فاتح، لو السكر من اللي هو الغامق شوية هيديكي الكيك غامق. اللهم بارك، شايفين الجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله، طبعا لسه سخنة اهي، بيطلع منها بخار. التسوية بقى زي ما انتوا شايفين حاجة يعني تحفة بجد، الطعم كان حلو جدا. جربوها بالطريقة دي، انا بوريكم يعني ان هي ما لزقتش ولا حاجة اهو، شايفين الطعم كان بجد حلو قوي. يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم بقى زي ما بقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.